جاهزين تشوفوا النتيجة؟ رح تصدمكم لأنه أنا صدمتني. كتير جوعانة وعبالي أكل شي دسم، فسألت تشات جي بي تي كيف فيني أعمل منقوشة بس تكون صحية وطيبة. فرح استعمل طحين أسمر ولبن يوناني، بس هيدا قليل الدسم. رح أعمل الوصفة بالضبط مثل ما هو قال لي. بدي 4 ملاعق طحين أسمر، ملعقتين لبن يوناني، بحس بعد بدي ملعقة. رح بلش أخلطهم. هيك طلعوا بعد ما حركتهم. حطيت لهم شوية مي لحتى تماسكت مع بعضها. بالمقلة رح احط شوية زيت زيتون، رح نزل هلا العجينة. حسب ما قال لي انه ما ضروري نريحها لانه اصلا ما فيها خميرة. كمان قال لي انه فيها 180 ل 200 كالوري. انا صراحة بوثق بتشات جي بي تي، فشو بيقول لي بعمل. جاهزين تشوفوا النتيجة؟ رح تصدمكم لانه انا صدمتني. هون بنتعلم درس انه ما توثقوا بتشات جي بي تي. اذا عندكم وصفة منقوشة تكون طيبة وصحية بس انتوا تكونوا اوريدي جربتوها، مش انه انا بدي اجربها، حطوا لي اياها بالكومنت.